تعالوا نشوف تأثير بلينجهام وفينيسيوس اللي كانوا السبب الرئيسي لفوز ريال مدريد على جيرونا 4-0. ده الهدف الأول، وبلينجهام المفروض هو مهاجم ريال مدريد، بس شوفوا هو نزل لحد فين، وهشرح لكم النقطة دي أكتر في الأهداف اللي جاية. فينيسيوس على الوينج وبيقطم لجوه وفالفيردي وراه، وده خلى الباك اليمين لجيرونا ما يقدرش يكمل مع فينيسيوس علشان خايف من الاوفرلاب اللي ممكن يعمله فالفيردي. في نفس الوقت بلينجهام بيقطع من قدام قلب الدفاع وبيمنعه يطلع على فينيسيوس، وده ذكاء كبير جدا من بيلي علشان ما يبقاش فاضل غير ان جودة فينيسيوس في التسديد تظهر ويسجل واحد من اجمل اهدافه. في الهدف الثاني لاحظوا تمركز بلينجهام بين خط وسط ودفاع جيرونا، وبالتالي يبقى صعب مراقبته. وتاني برغم ان هو المهاجم، ولكن شوف فينيسيوس ورودريجو وهم متمركزين اعلى من بيلي. الكرة وصلت لفينيسيوس علشان يبدأ بلينجهام الجري بين